السلام عليكم ورحمة الله. مفاجأة مدوية تنتظر اللاعب ريان أيت نوري. سنتعرف ما هذه المفاجأة في هذا الفيديو، ولكن قبل أن نبدأ لا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل جرس الإشعارات ليصلكم كل جديد. يستعد فلاديمير بيتكوفيتش مدرب منتخب الجزائر لخطوة مفاجئة بشأن لاعبه ريان أيت نوري استعدادا لفترة التوقف الدولي المقبلة. ظهير ويلفرهامبتون الإنجليزي الذي يعتبر حاليا أبرز لاعبي منتخب الجزائر في أوروبا يثير مخاوف كبيرة لدى المدرب السويسري بسبب ضعفه الشديد في الواجبات الدفاعية. وكشفت مصادر للعين الرياضية عن اتخاذ بيتكوفيتش قرارا مبكرا يتعلق بتغيير مركز أيت نوري من ظهير إلى جناح أيسر بداية من المباراة القادمة أمام غينيا الاستوائية. واتضحت معالم هذا القرار الهام من خلال قيام بيتكوفيتش بضم لاعبين آخرين في مركز الظهير الأيسر، وهما دوان حجام من يونغ بيزو السويسري ونوفل خاسف المتألق مع شباب بلوزداد الجزائري. وجاءت الخطوة الحاسمة التي قام بها المدرب السويسري بعد متابعته لأول جولتين من الدوري الإنجليزي الممتاز والصعوبات الكبيرة التي واجهها أيت نوري. وكان الجزائري نقطة الضعف الكبرى لفريق ويلفرهامبتون أمام كل من أرسنال وتشيلسي في مستهل الموسم الحالي. كما أن بيتكوفيتش متخوف من تكرار الصفعات الإنجليزية لأيت نوري على المسرح الإفريقي، وهو ما جعله يستبق الأحداث بدعوى ثلاثية للاعبي مركز الظهير الأيسر. هذه تفاصيل الخبر، والسلام عليكم ورحمة الله.